ليش من هنا نطلع؟ يا الله ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله. ترى بديت اني يعني واقف على حسابي. شوف جاي يتقرب لي هذا، جاي يتقرب. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ احوالكم؟ اموركم؟ دنيتكم؟ رجعنا وياكم بفيديو جديد وحلقة جديدة، ولكن هذه الحلقة تختلف عن باقي الحلقات. اليوم هذه الحلقة راح ناخذ لكم جولة ولكن بالليل، ولكن هاي الحلقة راح اخذها بوحدي وجاسف بوحدي بالليل، فأتمنى تعجبكم هذه الحلقة. احنا اليوم ماخذينكم مغامرة بنصف الليل مثل ما تشوفون. طبعا احنا هسه مضطرين بجولة. والله الشباب جولة. طبعا هذا شباب، هذا اعتقد ما ادري شو يعني، يشبه الصاروخ، يعني يشبه الصاروخ. هو صب صحيح، صب بس هو يشبه الصاروخ. فاحنا هنا نستمر بمسيرتنا مثل هاي الشباب، وهذا النخل، هذا النخل. تدرون هذه يعني المجازفة وبنص الليل وحدي ماخذكم مغامرة. طبعا خاف واحد مثل ما تشوفون هذه. يلا نستمر بالمسيرة. طبعا هذا الشارع هنا اعتقد اكو هنا كاروبا كاربته ما ادري شنو. وهذا ايش يسمونه هذا عندكم؟ طبعا هذا يسمونه احنا العاقول، لان احنا دارسين بالثالث متوسط. تدرون اي واحد بالثالث متوسط دارس عليه خلي يقول. هذا يسمونه على طريق على كامل الطريق مثل ما تشوفون. شباب اللي يسأل هذا اللمعان، يعني اللمعان بالقاع، هذا طبعا حجام. هذا مثل ما يقولون عندنا حجام. احكيكم الحقيقة، تخيلوا شحني 50 وبهذا الموقف ووحدي، والجو مترب مثل ما تشوفون، هذا التراب وماكو ولا ضوء. فمن بداية الحلقة مثل ما شفتوا أضوية، لأن هاي جان أني أتمشى، فبعدت عن هذه البيوت وخذيت لكم فرة. أقول لك رحمة والديك، شنو فرة؟ هو باسكيل يعني شنو فرة؟ يعني جولة. فمرات أنا أتفص بالكلام، أستغفر الله. أتمنى تعقبولها إلي، لأن هاي أول مرة، وأنا أول مرة أنشر وخاطر هيك بنفسي. مثل ما تشوفون هاي شنو؟ هاي الحفرة، من هاي حفرة عميقة بيها بطل مي. هاي الأرض خلنا نطب لكم لا نقدر نطب. يا الله. فلا يغرنكم إنه هذا لمعان وتعال شوف ومعجزة وما أدري شنو. هنا خلنا نصعد لكم على الجبل. هذا الحجام، هذا مثل ما تشوفون. طبعا هذا قبل احنا نلمه، اكو منه كبار يطلعون منه لؤلؤ. هذا الكبار، بس هذا شنو؟ هذا عادي، لا هذا من الرمل. هسه احنا هنا لازم نصعد ناخذ لنا نظرة. هذا كبس شباب، هم زين ما وقعت. طبعا مثل ما تشوفون خرسفانة بأي مكان موجودة، يعني حتى بالظلمة اشوف. ما ادري شلون اشوف، قولوا لي شلون اشوف، ما ادري. هذا الكبس، هذا الكبس طبعا، وهذه الاجواء مثل ما تشوفون. طبعا هسه احنا بعيدين على البيوت.
مثل ما شوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا شباب بهاي اللحظة أنا بعدت عن البيوت وحسيت بأنه شي جاي يتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شباب والله العظيم ما أدري، والله العظيم ما أدري شنو اللي ذاك هناك. يعني تخيلون أني على أعصابي، تدرون وحدي مثل ما تشوفون، ما حد وياي. لا تغرونكم هاي الأضواء لأن الأضواء هاي بعيدة. يعني شي مشي مخيف. يا الله خلينا ننزل. طبعا هاي شوف، هذه نزلة قوية والله العظيم وحدي وماشي على أعصابي. بسم الله الرحمن الرحيم. شباب أنا هسا بديت يعني شوية من الخوف، تدرون وحدي مثل ما تشوفون. يلا خنطوب. يا الله. بسم الله الرحمن. زين سؤال يا شباب، هذا شو يسمونه عندكم؟ هذا شوف، هذا يطلع بالقاع. اذا تعرفونه قلونا. زين هسه احنا نمشي من هنا نطلع. يا الله شباب دشت رجلي. طبعا بديت الاحظ، بس هاي السعفة، يعني هاي السعفة جابها لجاي. هذا الحطب لازم نستخدمه سلاح مثل ما تشوفون. هذا طابوق مال بناء. هذا طبعا هاي كانت هنا غنم. شباب انا واقف على اعصابي. يا الله بسم الله. شوف هاي، تخيلوا هيك انتم ماخذون جولة تلقونها هاي ممدودة. قل لكم حية تنوعونها. لا يا بسم الله الرحمن الرحيم. شباب اكو شي هناك. طبعا يا جماعة انا بعدت هواي عن البيوت وحسيت بانه شي قاعد يتحرك ويتقدم قدامي، وبما انه انا وحدي، فهنا حسيت يعني بشي يتحرك قدامي ويتقدم علي، فحسيت بخوف وحبيت اتراجع وارد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله شباب ترى بديت اني يعني واقف على اعصابي. بسم الله. شو جاي يتقرب لي؟ هذا جاي يتقرب شباب، جاي يتقرب. يا الله يا الله يا الله. طبعا ملاحظة كلش مهمة، البيوت يعني البيوت الطين المهدمة لان مخليه مهدراج الهوائية مالتي، فهذه خاف اكو واحد يتساءل شنو البيوت. طبعا شباب وصلنا لنهاية الفيديو وما اقدر استمر بهاي الحلقة، واتمنى تقدرون هذا التعب، ووصلنا لنهاية الحلقة وان شاء الله عجبتكم. وفي امان الله.